هو ليه ربنا خلق تلتين جسمنا ميه؟ عايز تعرف ليه؟ عشان الميه مهمه، اشرب ميه، سلام. لا بجد، تعالى اقول لك ليه ربنا خلق تلتين جسمنا ميه. ربنا اكيد عمل حاجه زي دي عشان اهم حاجه في جسمنا كله، وهو المكون الرئيسي لكل حاجه احنا بنعملها، هي الميه. الميه داخله في حاجات كتير، تعالى معايا اعدهم لك. اول حاجه الكربوهيدرات اللي انت بتاكلها، وحتى البروتين عشان يوصل للعضلات. شغلة الميه كلها ان هي تعمل حاجه زي دي. ازاي؟ عشان الكربوهيدرات بيتخزن جوه العضلات في صوره جلايكوجين زي ما كلنا عارفين دلوقتي، هو اللي بيمدنا بالطاقه. لو ما فيش ميه كويس، على فكره كل الكارب اللي انت بتاكله ده مش هيوصل اصلا للعضلات، يبقى احنا كاننا اصلا بناكل كارب على الفاضي. وفي نفس الوقت الكربوهيدرات هي اللي مسؤوله ان هي تخلي البروتين كمان يوصل للعضلات ويعمل الريكفري بتاعه والهيلينج بتاعه عشان عضلاتك دي تكبر. فبالتالي الميه برضه هي المسؤوله عن توصيل البروتين للعضلات. فانت لو ما بتشربش ميه كويس على مدار اليوم، اعرف كده ان كل اللي انت بتعمله ده يعتبر يوزلس، ما بيعملش اي حاجه. تاني حاجه النوم بتاعك لو مش متظبط، اعرف ان جزء من يومك فيه ميه قليله جدا. يعني لو انت حاسس انك ما بتشربش ميه كويس، لازم تشرب ميه كويس عشان تعرف تتمرن كويس وعشان تعرف تنام كويس. في ناس كتير قوي بتبقى فاكره ان انا بشرب شاي كتير، انا بشرب قهوه كتير، طب هم معمولين من ميه. لا بالعكس، الحاجات دي اصلا دايريتكس، الحاجات دي مضره للبول، يعني الحاجات دي بتنزل ميه مش بتخلي جسمك ياخد ميه. فما تحسبش كميه الميه اللي انت بتشربها عشان بتشرب شاي كتير وقهوه كتير، شوف الميه اللي انت بتشربها قد ايه. وما تحسبش الميه اللي انت بتشربها بس في التمرين، ان في ناس كتير بتيجي تقول لي انا بشرب ميه في التمرين لتر ونص 2 لتر. طب وبقيه اليوم؟ ما انت التمرين ده ساعه، ساعه ونص، ساعتين ماكسيموم بتتمرن في الجيم. طب بقيه اليوم كله بتشرب ميه قد ايه؟ وزع الميه بتاعتك على مدار يومك، دي اول حاجه لازم تعملها. وزع الميه كويس بحيث ان انت ما يعديش عليك من نص ساعه لساعه غير ما تكون شارب على الاقل كوبايه ميه. لما تيجي اليوم يخلص معاك هتلاقي نفسك دخلت كميه الميه اللي جسمك محتاجها. طب هي ايه اصلا كميه الميه اللي جسمك محتاجها؟ الموضوع بيختلف من شخص للتاني ومن جسم للتاني ومن ولد ولا بنت. طيب ممكن احسبه ازاي؟ اسهل طريقه ممكن اقولها لك، خلي ميزانك تقريبا من 20 ل 25 كيلو بيحتاج لتر ميه. يعني انت لو ميزانك تقريبا 75 كيلو، انت محتاج اتليست في المعقول منه، يعني محتاج 3 لتر ميه في اليوم. في ناس كتير بتبقى شايفه ان طعم الميه نفسه مش حلو، ما بيقدرش يشرب ميه كتير، اخره بيشرب في اليوم لما يقول انا شربت ميه بيشرب لتر ميه، وده طبعا بيكون قليل على جسمه. في الاخر جسمه بيشتكي من صداع، من قله نوم، من حاجات كتير قوي. فخليني اقول لك ممكن في اضافات صغيره تحطها على الميه تخلي الميه طعمها احسن شويه. انا عن نفسي بحب ان انا احط فيتامين سي على الميه. قرص فيتامين سي موجود في اي صيدليه زي فيتسيت سي مثلا، اي فوار، اي فيتامين سي هيخلي لك طعم الميه عامه بطعم الفوار، اللي هو ساعات بيكون برتقال، ساعات بيكون ليمون. فشوف الطعم عامه اللي انت عايزه. في اضافات تانية ممكن زي الكركديه، حاجات كتير قوي ممكن تتحط على الميه تغير طعمها. ما تفتكرش انك لا برضه لما بتشرب عصير ده انا بشرب ميه كتير، لا، الموضوع برضه ما يتحسبش كده. لازم تشرب ميه بصورتها، الميه اللي هي بتبقى الكالوريز بتاعتها مش موجوده، تكاد تكون مش موجوده خالص، وبتشرب بس ميه. فحاول على قد ما تقدر تشرب ميه، او لو انت مالكش تقول عليها ضيف حاجه من الاضافات اللي ممكن تضاف على الميه من غير ما تلغي الميه تماما. داخله فين؟ كات. ليه ربنا خلق تلتين جسمنا ميه؟ عايز تعرف ليه؟ عشان الميه مهمه، اشرب ميه بس كده. كات يعني. وكلنا دلوقتي تقريبا عارفين مدى ماشي وانت بتتحرك في المرايه بتتحرك كتير في المرايه، مش عندك. مش مهم، ايه المشكله؟ انا عيني رايحه على المرايه اكتر ما منك. ما هي اصلا بلور ازاي رايحه؟ وباينه قوي والله. يعني انا بتحرك فبيبان الحركه بتاعتي، مش مهم. طيب ماشي. طيب انا بصي وقف كده، وقف لي ستوب. لا مش كده، لا. ايه؟ يعني كأنك هو انا ما قمت يعني اتشلت من الكاميرا صح؟ طب ما ده اللي انا عايزه. ايوه بس انت يعني قولها بالراحه تاني. ماشي. ركز بقى. ماشي كده. طب انت الموضوع بقى نسينا هيدخلك في حوار مش طب فاهم. وقفي طيب.